امام عاشور مين يا جماعه؟ امام عاشور مين اللي مش هيلحق مباراه السوبر؟ امام عاشور اشطر شطور بتاعنا. صوتوا يا جماعه يمكن حد يلحقنا. حبايب قلب خوخه، كان نفسي اكمل يومين على بعض باخبار حلوه، اقسمت بالله كان نفسي، ولكن ما بسطرش للاخر، ما كملش للاخر. انتوا اللي حسدتوني امبارح، كنت مرفرفه من الاخبار الحلوه. النهارده زود على الكل، يلا بينا. النهارده هقول لكم اخر اخبار النادي الاهلي. بالفعل امام عاشور مش هيلحق السوبر، بالفعل امام عاشور نفسيته تحت الصفر. وايه قصه اللي احنا عندنا مدربين حراس مرمى للدرجه دي؟ في ايه؟ انتوا عاملين في الحراس ايه؟ قائمه المباراه اجل يا سي، قصدي اجل نوار البروندي نزلت كمان. ده واضح كده ان انكل يس هيخلينا يس مش نو. النهارده كان اول تمرين يقوده انكل يس ثروب. عاوزه اقول معلومه صغيره، ان طبعا عندنا مباراه اجل نوار البروندي يوم السبت القادم الساعه 4 عصر، ولكن انكل يس مش هو اللي هيكون مسؤول وهو اللي هيحط التشكيل في المباراه دي. اللي هيكون مسؤول عن النادي الاهلي في المباراه دي كابتن عادل مصطفى، هو اللي هيكون المدير الفني لهذه المباراه. ومن المفترض ان بعثه النادي الاهلي غدا هتنطلق الى بروندي استعدادا للمباراه ان شاء الله، ذهاب دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا. قائمه المباراه نزلت، وطبعا احمد رضا مش موجود في القائمه، لسه ما تعافاش بشكل كامل من الاصابه. وطبعا امام عاشور اشطر شطور، وهفهمكم قصه امام عاشور في الاخر. النهارده اللعيبه الدوليين انتظموا في التمرين، وفي حاجه جديده حصلت احب ان انوه عنها. طبعا عارفين ان مستر ياس او انكل ياس كان عنده جايب 5 مساعدين، 5 مساعدين وصلوا الا واحد. الواحد ده هيصل بكره. مين هو الواحد اللي لسه ما جاش؟ لسه ما اتقالش اسمه اصلا. هو محلل الاداء، لسه ما نعرفش هو مين. ولكن بقى سيبكم من القصه دي. طبعا كلنا عارفين، كلمتكم امبارح عن مدرب حراس المرمى اللي جاي مع انكل ياس، الراجل ترابل اتش. يعني انا مخضوضه منه. لاول مره هيكون في 2 مدربين حراس مرمى داخل النادي الاهلي. حد هيجي يقول لي انت عبيطه يا بنتي ولا انت في ايه مالك؟ اقول لكم والله العظيم مش انا اللي قلت، هم اللي قال. في كلام بيتقال ان امير عبد الحميد مش هيمشي، هيكون مساعد للمدرب الدنماركي. اقول لكم اسم، بس لو اتريقتوا عليا لاسوعكم. اسمه كاي. الجمله الثانيه هنمشيها يوستفندي. اقسم بالله انا مش عارفه اقراها، بقالي 4 ايام مش عارفه اقرا. اسمه كاي يوستفندي. بما ان احنا داخلين على الشتاء وكده عاوزين استظراف، نكمل الفيديو. وفقا لابراهيم عبد الجواد النهارده الصبح في الراديو، قال ان النادي الاهلي هيخلي فيه 2 تدريب حراس المرمى داخل النادي الاهلي. هو كاي يوستفندي ده، وهيبقى المساعد بتاعه لسه ما اتاكدش هيبقى امير عبد الحميد ولا واحد تاني، بس الواحد التاني ده كده كده هيكون مصري. ليه؟ عشان خاطر ان المصري ياخد من خبرات الاجنبي. بيقول ان في معظم الاوقات بيتطلب لحراس المرمى ان هم يبقى عندهم 2 مدربين، ودي حاجه انا شايفاها ايجابيه جدا بصراحه. كل الدعم لكاي يوستفندي وكاي برتقان. احنا بصوا، احنا معاكم في اي حاجه هتخلي الاهلي فوق. اقول معلومه بس دي مش تريقه، والله العظيم انا غرضي شريف من المعلومه دي، ما هي الا معلومه يعني ان زيزو في قائمه مباراه النادي الاهلي لذهاب دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا لاول مره منذ 3 سنوات. يعني هو طبعا ما كانش بيخش افريقيا مع الزمالك، والله ما بحفل، هو ده فعلا بجد. من 3 سنين دي اول مباراه لزيزو في دوري ابطال افريقيا. زيزو طبعا موجود في القائمه. مهيب عبد الهادي طلع النهارده دغدغ الكل، قال لك على مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي يلحقوا امام عاشور. يلحقوا امام عاشور؟ ماله امام عاشور اشطر شطور، ايه اللي حصل؟ بيقول لك امام عاشور نفسيته تحت الصفر، ولكن هو بيتكلم عن الحاله النفسيه. قال لك ان النادي الاهلي مش مؤثر معاه في العلاج والتحاليل والكلام ده كله في الفتره المؤهله، ولكن امام عاشور نفسيته تحت الصفر، متضايق جدا. كررها تاني، هو كررها تاني وقال انا مش بتكلم عن الناحيه العلاجيه، هو بيتكلم عن النفسيه. امام عاشور سيئه جدا. طلع وقال يا جماعه حد داخل النادي الاهلي يلحقه، عارف ان النادي داخل النادي الاهلي بيحبوه وجماهيره بيحبوه. ده احنا نعمل له حمله، نعمل لامام عاشور حمله نظبط نفسيته تاني. مش هتمشي في يوم لوحدك يا اما، احنا طول العمر جنبك. تقلق وازاي تقلق واحنا موجودين. الكلام اللي انا قلته ده وفقا لمهيب عبد الهادي، ربي يشفيه ويعافيه يا رب ويعدي الايام دي على خير. ولكن والله العظيم بعيدا عن التحفيل، امام عاشور خد عين محترمه. فيا ريت صوت مهيب عبد الهادي يوصل داخل النادي الاهلي، وصوتي وصوت اي حد لو الكلام ده حقيقي، ويا ريت حد يلحق امام عاشور قصه نفسيته. كمان مش بوجه الكلام ده داخل اداره النادي الاهلي فقط، ولكن احنا كجمهور علينا ان احنا ندعم امام عاشور، ان الفتره دي صعبه عليه جدا. على جماهير النادي الاهلي دعم اشطر شطور السطور امام عاشور عشان يرجع لنا بالف سلامه. العو يرجع، العو يحضر، عشان احنا فعلا محتاجين امام عاشور. حبايب قلب خوخه، دي كانت اخر اخبار النادي الاهلي. كل توفيق للنادي الاهلي في الفتره القادمه ان شاء الله. بالله عليك يا اهلي 13 بقالنا سنه ما خدناش افريقيا، ايه 13 يا اهلي.